عارفين البطاطس الفارم فريست اللي بتتخزن من السنة للسنة؟ انا النهاردة جاي اقولك ازاي تخزني البطاطس من السنة للسنة وما تسودش مهما تسيبيها في التجميد. بس الاول نعمل اكسبلور ولايك ومتابعة ويلا بينا يا نجوم الكوكب. معلومة قبل ما نبدأ: البطاطس اللي بتتخزن بتاعة التحمير البطاطس الصحراوية. البطاطس الطينية دي بتبقى محلونة وما ينفعش تتحمر وما ينفعش للتخزين. اول حاجة هنقشر الكمية المطلوبة. هغسل البطاطس بقى وهقطعها صوابع، وراعي ان الصوابع تكون كلها قد بعضيها بالشكل ده كده. بعد كده هحط عليها ميه ساقعه من التلاجة، تكون ساقعه جدا. وبعد كده هجيب فوطه واحاول ان انا انشفها كويس من الميه كويس جدا. بعد كده هسخن الزيت بتاعي كويس جدا وهقليها نص قليه فقط. ارجع تاني انشفها بقى من الزيت كويس جدا واسيبها بقى في التجميد لمده يوم. بصوا بقى، ده شكلها بعد ما عملناها ما سودتش خالص. نسيبها بقى في الفريزر لمدة سنة عادي. ولا فارم فريست ولا حوجة الفارم فريست. دبري ووفري يا ست الكل.